السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم في البيت الكبير ومع فيديو جديد من فيديوهاتنا التحفيزية، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى إن أقدم حاجة تفيد حضراتكم النهاردة. وفي آخر الفيديو لوجو القنوات اللي علقت على آخر فيديو تحفيزي عملناه. أخطر لحظة في حياة أي إنسان مش لحظة الفشل، لكن اللحظة اللي بيقتنع فيها إن التعب ملوش فايدة فيقف. ناس كتير بدأت لكن قليل جدا اللي كمل للنهاية. في ناس كانت على بعد خطوة واحدة من النجاح بس للأسف استسلمت بدري. بص حواليك هتلاقي ناس موهبتها أقل منك لكن نجحوا. ليه؟ عشان مكملين. الاستمرارية هي الحاجة الوحيدة اللي بتكسب حتى لو البداية ضعيفة. أول فيديو هتعمله ممكن يجيب 20 مشاهدة بس، فما تيأس. اوعى تيأس، اوعى تتراخى. ايه ده جالي 20 وابص اخش على القنوات التانية واقعد ادعبس، ده جايب 1000 مشاهدة، ده جايب 2000. ايه تجيب الاحباط لنفسك ليه؟ اشتغل ما دمت مؤمن باللي انت بتعمله، ما تتراجعش، كمل، زود، طور وصور تاني وتعلم من اخطائك. لكن ما تتخضش من اول فيديو يجيب مشاهدات قليلة جدا. اوعى تفتكر ده. اول مشروع تبدأه ممكن يفشل، اول محاولة تغير فيها نفسك هتقع. بس المشكلة مش انك تقع، المشكلة انك تصدق ان انت مش هتقوم تاني. كل يوم بتتعب فيه انت مش بتضيع وقت، انت بتبني نسخة اقوى منك. الناس فاكرة النجاح ضربة حظ، لكن الحقيقة النجاح عبارة عن ايام كتير محدش شاف فيها تعبك، في ليالي كاملة انت الوحيد اللي عارف قد ايه كنت مكسور ومع ذلك كملت. وده الفرق بين شخص حلمه مجرد كلام وشخص قرر يحارب عشان حلمه. طور نفسك حتى لو ببطء، اتعلم حتى لو محدش بيشجعك، اصبر حتى لو النتائج متأخرة. يا جماعة الشجرة الكبيرة ما طلعتش في يوم وليلة، وأقوى الناس كانوا في وقت من الأوقات تايهين وخايفين زيك. ولو نفسك تنجح بقى على اليوتيوب أو في أي حاجة في حياتك، افتكر القواعد دي كويس. بالنسبة لليوتيوب استمر حتى لو المشاهدات قليلة، حسن المحتوى كل مرة حتى لو الفرق بسيط، اختار عناوين وصور تخطف الانتباه، اتكلم بإحساس حقيقي ما تمثلش، انشر بانتظام وما تختفيش. والأهم اصبر لأن النجاح بيتأخر أحيانا لكنه ما بينساش حد تعب عشانه. يمكن النهاردة محدش شايف تعبك بس لو كملت هيجي يوم الناس كلها هتشوف نجاحك. خليك فاكر دايما الحقيقة اللي الناس كتير مش فاهماها، ان النجاح اوقات بيكون قريب جدا لدرجة انك لو استسلمت دلوقتي تبقى ضيعت كل التعب اللي فات. كل الناس بتحب تشوف النتيجة لكن قليل اللي مستعد يتحمل الطريق. كل الناس بتشوف الشخص الناجح دلوقتي لكن ما شافوش وهو بيبدأ من الصفر، ما شافوش وهو بيصور ومحدش بيتفرج عليه، ما شافوش وهو بيغلط ويقع ويقوم ويعيد من جديد. البطل الحقيقي هو الشخص اللي استحمل الرحلة. لازم تستحملوا الرحلة، لازم تكملوا، لازم تستمروا وما تبصوش لحد وما تسمعوش كلام حد. انت اشتغل واصبر وطور نفسك، مش شغل وخلاص، مش على وتيرة واحدة. لازم تشوف وتحسن من وضعك وتحسن من مواضيعك ومن محتواك. حسن في كل شيء حتى لو كل يوم او كل فترة بحاجة بسيطة. هتلاقي بعد كده الصورة كملت وفجأة هتلاقي النجاح جه من غير ما تدرى ومن غير ما تحس ومن وقت انت مش متوقعه. لازم يبقى عندك الصبر، لازم يبقى عندك العزيمة والإرادة والتحدي، لازم يبقى عندك الثقة في الله سبحانه وتعالى والثقة في نفسك. محدش هيتعب ولا هيحاول ويستمر إلا ربي سبحانه وتعالى هيكلل مجهوده ده كله بالنجاح. لازم تبقوا مؤمنين بده. بلاش تبصوا لغيركم، بلاش تبصوا القنوات الكبيرة. انتوا ما شفتوش القنوات دي ابتدت ازاي وكانت حياتهم عاملة ازاي. انتوا شفتوا النجاح لكن ما شفتوش البداية. اصبروا
هتلاقوا نفسكم بمشيئة الرحمن كل واحد هيحقق حلمه وكل واحد هيحقق طموحه. اوعوا تخلوا حد يشمت فيكم. حطيتوا رجلكم على اول السلمة، كملوا، محدش يرجع، محدش يتراخى. وخلي بالكم، اللي بيحبطوكم بيراقبوكم وبيتفرجوا عليكم. وزي ما قلت قبل كده، هم مش عايزين نجاحكم مش عشان انتوا ناجحين، هم مش عايزين يشوفوكوا ناجحين عشان انتوا المراية فشلهم، عشان مش قادرين يعملوا اللي انتوا بتعملوه، ولو يقدروا كانوا عملوه، لكن عشان مش قادرين ومش فاهمين يحبطوكم عشان انتوا اللي ترجعوا، انتوا اللي تنزلوا لهم، لكن مش هم اللي هيطلعوا لكم. خليكم فاهمين ده كويس. اوعوا حد يحبطكم، ما تسمعوش كلام حد. اوعوا. انتوا بتعملوا شيء انتوا مؤمنين بيه، وما دام حاجه لا بتغضب ربنا ولا حاجه غلط ولا عيب، اسمع لكلام الناس ليه؟ ومين الناس دي اللي بتتكلم؟ مين هم؟ كانوا نفعوا نفسهم قبل ما ينفعوني او ينفعوكم. المشكله ان اللي بيتكلم لا هتلاقيهم فاهمين في اليوتيوب، ولا فاهمين في المونتاج، ولا فاهمين في اي حاجه. صدقوني، اقعدوا مع نفسكم كده وشوفوا مين اللي احبطكم، وشوفوا مين اللي بيتكلم، وشوفوا مين اللي بيحاول يناقشكم ويرجعكم عن الطريق ده. صدقوني والله لا هتلاقوه فاهم، لا في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يعني ايه مونتاج، ولا يعني ايه فكره بقدمها للناس وللمجتمع. وجربوا عشان تحسوا وتعرفوا. خليكم صامدين، خليكم في تحدي مع نفسكم قبل غيركم. اوعوا ترجعوا. اوعوا، ان شاء الله ربنا يحقق كل احلامكم وامانيكم. واشوفكم في فيديو تاني تحفيزي بمشيئة الرحمن. وبكره نحاول نقدم فزورة عم محروس. وما تخافوش من قلة عدد المشاهدات ولا يشغلكم، اشتغلوا وسيبوا وهي لوحدها هتعلى. سلام.